بتمرين واحد فقط سوف تتخلص من جميع دهون الجسم، او بالاخص دهون الخواصر والاجناب. بنسمع الكلام ده كتير، تمرينات كتير جدا، مقالات بتتكتب في الموضوع دوت كتير جدا، وحدث ولا حرج. الموضوع مجرد بس ما بتسمعه على ودانك بتحس ان هو لذيذ جدا. يا سلام لو في عشبه، تمرين، حاجه، حركه، حاجه ممكن اعملها عشان ابدا اخسس منطقه معينه. خاصه الاخوات السيدات بيبقوا دايما عندهم مناطق في جسمهم مش عاجبينهم قوي، يعني تقول لك انا جسمي كويس بس دراعي كبير شويه، مش عارف ايه في ايه. عايز اقول لكم يا جماعه 95% من الحالات الكلام دوت في شنك وغلط وليس له اساس من الصحه. ليه 95% مش 100%؟ لان في 5% هنتكلم فيهم ان شاء الله في فيديوهات جايه. بس تاني مره لما تشوف فيديو بعنوان خسس منطقه معينه باستخدام تمرينات معينه، تمرينات معينه للناس في منطقه البطن، مش عارف ايه، اعرف ان ده كليك بيت، ده طعم ليك عشان تدخل تتفرج على الفيديو ده. ومفيش تمرين الى الان بيخسس منطقه معينه. كان معاك دكتور حازم طارق، وقبل ما تقفل الفيديو اعرف ان احنا في مصر كلينيك مش بنقول لك المعلومه اللي انت عايز تسمعها او على هواك، احنا بنقول لك المعلومه الصحيحه باذن الله.